السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا اليوم نسوي كرات اللحم بالبطاطس. شايفين كيف منظرها؟ والله شيء فاخر من الآخر. أنا متأكد إنه راح يعجبكم. يلا ندخل في الطريقة. نجيب كيس لحم مجمد اللي هو كرات اللحم المجمدة، أو ممكن تسووا أنتوا أي لحم تعصجوه يعني وتسووه كرات. نحطه في القلاية الهوائية 20 دقيقة أو الفرن عادي. طيب بس كده يتجمر. زبدة وزيت أو سمنة وزيت. راس ثوم كاملة مفرومة وكده بحجم قبضة اليد. كزبرة مقطعة. يا جماعة بس يتشوحوا، أهم شي لونه ما يتغير. ملعقتين كبار صلصة. وحط ملعقة صغيرة سكر عشان المرارة، أو أقل من نص ملعقة يعني يا ملعقة صغيرة يا نص ملعقة صغيرة بكيفكم. طيب أجيب اللحم بالموية حقته لا نرميها، عشان هذه اللي فيها المرقة. طيب حط البطاطس، كمية اللي تبغوها في البطاطس. أنا يمكن حطيت 3 حبات بطاطس وموية. خلاص نغطيها شوية بس كده تتجانس مع بعضها. أحط ملعقة صغيرة فلفل أسود، ملعقة صغيرة بصل بودرة، ملعقة صغيرة ثوم بودرة، ملعقة صغيرة بابريكا. طيب 3 فصوص ثوم معلش 3 حبات هيل. أفتحهم شوي عشان النكهة تطلع منهم. طيب نملح ونحط 1 مكعب ماجي عشان النكهة تكون معززة أكثر. وأغطي عليه، أسيبه أبو نص ساعة كده على نار مرة هادية عشان ما ينحرق ويستوي. وبعد ما خلص كده شوية كزبرة برضو بحجم اليد. يا جماعة الكزبرة في هذه الأكلة مع الثوم مودية طعم الإيدام في مكان تاني. أتحداكم ما يعجبكم، أتحداكم. واستنى أراكم في الكومنتات، وعليكم بألف عافية.